بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم من معرض أهل رمضان. أولا بنشكر الأستاذ عمرو عيون على المبادرة الكريمة والغرفة التجارية بأسيوط، وبنشكر طبعا مجلس المدينة على التعاون ومركز شرطة بيروت، وطبعا السادة الموظفين مكتب تموين بيروت بنشكرهم على مجهودهم في تنظيم المعرض. ربنا يقويهم. ربنا يقويك يا استاذ محمود انت والرجال اللي معاك. طبعا المعرض شغال يوميا عشان الناس اللي بتتفلسف على الفيس وبتقعد تنتقد في الحاجه وبس. المعرض يوميا شغال من الساعه 9 صباحا لحد اخر النهار. للاسف الشديد احنا شعب مش منظم، بس عشان خاطر ايه الواحد يتكلم يقول اللي ليه واللي عليه. الناس بتضغط، الناس اللي معها فلوس للأسف الشديد عايزة تبرك على الناس الغلابة. المعرض ده اتعمل للناس الغلابة البسطاء اللي معهمش. انت حضرتك معاك مش هيفرق معاك ال5 جنيه او ال4 جنيه اللي بتتوفر في المعرض، روح اشتري بره وسيب الغلبان يشتري الحاجة دي، لان السلعة دي اتوفرت ليه هو، ما توفرتش المعاليك. انت راجل بتركب عربيات وعندك فلل وعندك قصور وعندك اراضي وعندك عقارات وعندك مش لازم حضرتك تيجي تبص للقمة الغلبان او الشخص اللي ما معهش. المعرض ده اتعمل للغلابة، للناس اللي معهاش، الناس البسطاء، فما تبقاش انت والزمن عليهم. يا ريت نخلي عندنا وعي شوية. الناس اللي بتيجي وبتنتقد على الفيس وبتتكلم على الفيس على المعرض، تعالى هنا على أرض الواقع وساعد. بلاش تنتقد من بره، بلاش تتكلم من ورا الشاشة. تعالى على الأرض وشوف، تعالى شوف الزحمة بتاعت الناس، شوف الناس بتعمل ايه في المجموعة اللي موجودة اللي شغالة في المعرض. يا ريت نخلي عندنا وعي شوية ونخلي عندنا انتماء لبلدنا وما نقعدش ننتقد. ان انا عارف الناس اللي بتنتقد من بره عشان يبعت واحد قريبه ياخد اللي هو عاوزه وبتاع. ما فيش الكلام ده حبيبي، ما فيش الكلام ده. عاوز تنتقد وعاوز تعمل الكلام ده كله، تعال على ارض الواقع في المعرض وشوف المعرض بيعمل ايه وشغال ازاي وبيقابلوا الناس ازاي، عشان خاطر القتل والزحمه والناس والذبح اللي موجود. الناس عملت بونات هتتوزع عن طريق مجلس المدينه يوميا الساعه 9 صباحا. هتروح تاخد البون ده مجانا، هتخش بيه المعرض، هتاخد ورقه تخش بيها، نظام كارت صغير كده مختوم من اداره تموين بيروت، هتخش بيه المعرض فقط لا غير. حسابك وفلوسك وحاجتك جوه المعرض. ليك 2 كيلو سكر، الكيلو ب14.5. ليك 2 كيلو رز، الكيلو ب14.5. ليك جزاز الزيت اللي هي الجزازه دي 35 جنيه. يعني هتشتري حضرتك طبعا زيت عافية، هتاخد زيت كريستال، هتاخد بريل، تمام، هتاخد سمنة روابي، هتاخد سمنة جنة، صابون، الحاجات اللي هي البريل الكبير. الحاجات دي حضرتك متوفرة ليك ومتاحة ليك اللي انت عاوزه وبأسعار أقل من بره. إنما الحاجات اللي هي المفروض اللي احنا بنتكلم عليها الأساسيات اللي هو الرز أو السكر جنبه، الحاجات دي ليك عالبون 2 كيلو رز، الكيلو ب14.5، وليك 2 كيلو سكر، الكيلو ب14.5. وجزاز الزيت زي ما قلنا لحضراتكم دي ب35 جنيه، المفروض تاخد 2. فعاوزين نساعد الناس ونقف معها. بلاش ان احنا نتكلم ونزيط ونقعد نعكنن على الناس ونضايق في الناس اللي بتساعدنا. الناس دي بتساعد بمجهودها الناس الغلابة، ما تبقاش انت والزمن عليهم. يا ريت كل الناس اللي بتتكلم من ورا الشاشات انزل حضرتك على ارض الواقع وتعالى المعرض. طبعا دي الورقة بتاعت السكر مكتوبة 14.5. كل سلعة موجود عليها السعر بتاعها.
عشان بس الناس اللي بتتفلسف والناس طبعا المكرونه هناك مكرونه الملكه، وفي جبنه ريدوس، السكر والرز والمكرونه. الناس اللي بتتكلم وبس وبتنتقد وبس، انزل حضرتك المعرض. والناس اللي بتقول لك هم عاملين المعرض عشان يذلونا، لا، المعرض اتعمل للناس الغلابه. انت يا راجل اللي معاك ما تجيش المعرض، جاي تعمل ايه؟ انت هتفرق معاك ال5 جنيه ولا ال4 جنيه اللي هيوفرهم الغلبان؟ المعرض ده اتعمل للغلابه، ما اتعملش للناس اللي معاها. فبرجاء شويه الرحمه عشان ربنا يرحمنا ويرحمكم. والمعرض شغال يوميا، المعرض فيه المنتجات الموجوده، كل حاجه متوفره في المعرض: سمنه، زيت، رز، سكر، جبنه، اللي هو المكرونه، بريل، صابون. الحاجات دي موجوده في المعرض يوميا. الناس اللي بتتكلم ومش موجوده هنا، تعال حضرتك على ارض الواقع وانتقد براحتك وساعد الناس. تعال اقف مع الناس وساعتها اقف معهم وشوف هم بيعملوا. طبعا في شاي ليبتون، الناس شغاله، يا ربنا يبارك لهم ويبارك في مجهودهم. تعال شوف حضرتك وشوف الناس بتعمل ايه، وبعد كده بتكلم. وربنا يقوي الناس. المفروض ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم ونقويهم، مش نيجي عليهم ونقعد نتكلم من بعيد. الناس ضغطه. ديروت كانت محتاجه 5 معارض مش معرض واحد، بس للاسف المتوفر معرض. يعملوا ايه؟ ناكلهم ونضغط عليهم ونيجي عليهم؟ لا. انا حبيت اوضح الصوره بس شويه عشان الناس اللي بتتفلسف. ارحموا نفسكم شويه وارحموا الناس، خلي الناس تشتغل وتعمل حاجه للناس الغلابه. شكرا. الغرفه التجاريه الاستاذ عمرو عيون. شكرا. تموين ديروت، مكتب تموين ديروت. شكرا مجلس مدينه ديروت. شكرا مركز شرطه ديروت على تعاونهم مع الناس. شكرا لكل واحد اما يساهم من اجل المواطن البسيط ان توصل له السلعه مظبوطه بالسعر الموجود وحددته الغرفه التجاريه. شكرا لكل من يساهم بمجهوده وتعبه من اجل تعاون مع البسطاء. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم شيبة عبد العال.